السادة الوزراء الكرام المحترمون، السيدات الوزيرات المحترمات، نبدأ كعادتنا بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه في كل ما يوالي علينا من النعم، وخصوصا في أمطار الخير التي شهدت بلادنا في هذه الأيام الماضية، والتي كانت محدودة على كل حال. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. كما أبلغني أخ الوفاء عن تحسن ترتيب المغرب في ترتيب فيتش هاند رايتنج، هكذا السي الوفاء، وارتقائه إلى مرتبة أحسن من المرتبة التي كانت السنة الماضية، هي المرتبة باء. وتذكرت قولها ديال الوالدة كتقول لي: يا الزيتونة، سولوها علاش كتاكلي العصا الزيتونة، قالت لهم: على وليداتي. فنحن يجب أن اليوم لو مو دوردر هو الصبر، لأنه كثير من التشويش والانتوكس يعني والكذب والبهتان في بعض الصحف ومن بعض الهيئات التي يعني لا تستحي، والإنسان إذا لم يستحي فليفعل ما شاء. إذن فخصنا نصبروا كحكومة، باعتبار الحمد لله التوجه الصحيح اللي راحنا واخدينه. هذه حكومة صابرة وثابتة منذ 3 سنوات، ليس هنالك اتفاق بين كل أعضائها على كل شيء، لا من حيث المرجعيات ولا من حيث، ولكن الأمور المتفق عليها هي أننا نمشيو بلادنا في الطريق صحيحة، في الطريق ديال اللي كنا كنذكروه دائما وكان كيأكد عليه بزاف السي عبد الله بها رحمه الله، هو المعقول. غنمشيو في المعقول مهما كان الثمن، لأنه بلادنا عزيزة علينا وحنا تنتحملوا الآن المسؤولية إلى جوار جلالة الملك حفظه الله ووفقه ونصره، باش نمشيو في هذا الوقت حنا اللي كنتحملوا المسؤولية، ماشي واحد آخر، في مختلف المجالات الخاضعة لتسيير الشأن الحكومي حسب الدستور وحسب القوانين المعمول بها. غادي نمشيو وغادي نصبروا ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى نكملوا هذه الولايه ديالنا، ونحن يعني معتزين بما يسر الله سبحانه وتعالى ان نحققه لبلادنا، وما اصبح يعترف لنا به دوليا وليس وطنيا فقط وشعبيا وليس رسميا فقط. هذا الشيء دابا الحمد لله ظاهر وجلي. إذن غادي نصبروا وغادي نمشيو. سرني أن يعني جريدة من الجرائد المعروفة بمخاصمتنا اليوم عملت واحد الكلمة جميلة، كتقول: ودي الا باغيين تحاربوا هذا رئيس الحكومة قلبوا على شي طريقة أخرى. هذه الطريقة راها ما خداماش، ملي بداو يخرجوا بيانات في نفس الاتجاه بنفس العبارات تقريبا، راه المواطن المغربي ما غاديش يبدل الرأي ديالو في رئيس الحكومة، العكس هو يعني الصحيح. إما ديروا هذا الشيء باحترافية عالية، ولا حيدوا خليوا لشي واحد يجي يدير هذا الشيء باحترافية عالية. أنا كنقول لهم عندكم كيفاش ديروا تحاربونا، كونوا حسن منا. لا ما كنتيوش حسن منا راه المغرب ما غيتبعكمش إذا بغيتوا تردوه اللور. وبالله التوفيق، وهنيئا لكم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور الإيجابية كلها. ونستهل مجلسنا لهذا اليوم بدراسة مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهن التمريض، ويقدمه السيد وزير الصحة، فليتفضل مشكورا.